السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. في لقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، جدد الملك سلمان التأكيد على حرص المملكة على دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية. يأتي هذا اللقاء بعد قرارات اتخذها الرئيس اليمني والتي أطاح من خلالها بمحافظ عدن عيدروس الزبيدي، وبالإضافة إلى مسؤول الحزام الأمني وزير الدولة هاني بن بريك إحالته إلى التحقيق. هذه القرارات تعد حساسة في وقت تستمر فيه الأعمال القتالية لتحييد الميليشيات الحوثية وحليفها صالح، والذي تحتاج فيه قوات الشرعية وحلفاؤها العرب إلى جبهة داخلية موحدة. حول قرارات الرئيس هادي والدعم السعودي لها في ظل تقدمات ميدانية للقوات الشرعية تدور حلقة اليوم من برنامج في المنتصف. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي اليمني وديع عطا. مرحبا بك أستاذ وديع. أهلا وسهلا، مرحبا بك. كما يسعدنا أيضا ويشرفنا أن يكون معنا عبر سكايب من فيينا الكاتب السياسي اليمني الأستاذ توفيق الحميدي. مرحبا بك سيد توفيق. أهلا بك. كما يسعدنا أن يكون معنا أيضا عبر الهاتف من السعودية الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ محمد بالفخر. مرحبا بك سيد محمد. أهلا وسهلا بكم. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ النقاش دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود. وسط جو مشحون اشتد بعد إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمسؤولين يمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس هادي في القصر الملكي بجدة. وجاء اللقاء عقب أزمة القرارات التي اتخذها الرئيس هادي بشأن مسؤولين في مدينة عدن، حيث خرجت مظاهرات تطالب بإعادة المحافظ عيدروس الزبيدي المقرب الذي أقاله الرئيس اليمني إلى جانب مسؤول الحزام الأمني وزير الدولة هاني بن بريك، على الرغم من أنه لم تصدر عن المسؤولين المقالين أي تعليق على القرارات. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الملك سلمان بن عبد العزيز أكد وقوفه إلى جانب الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي ودعم خطواته الرامية للسير باليمن نحو المستقبل. ويرى المراقبون أن التغيرات التي أجراها الرئيس اليمني هي ضربة لمنتسبي الحراك الجنوبي الانفصالي في وقت شديد الحساسية، ففي الوقت الذي تتجه الأنظار إلى الحديدة لتحرير مينائها الاستراتيجي في المعارك الدائرة مع الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، يقصف الرئيس هادي جبهة سياسية مهمة في توقيت تحتاج فيه الجبهة الداخلية اليمنية لأن تتوحد. وتشير الدلائل على أن التغيير الوزاري الذي شمل أيضا إقالة الرجل القوي في الحراك الجنوبي عيدروس الزبيدي كان مبيتا منذ وقت سابق من دون أن يكون هناك مؤشرات لإعلانه في هذه المرحلة على الأقل، إلا أن احتجاز قائد عسكري من قوات الحماية الرئاسية في مطار عدن الدولي جاء ليمثل الشرارة التي دفعت الرئيس لاتخاذ القرار بعد أن فاض الكيل من ممارسات دعاة الانفصال الذين يعدهم البعض معول هدم وعاملا مساعدا للانقلاب في وقت غاية في الحساسية من تاريخ اليمن. لذا فالمظاهرات التي خرجت مطالبة بعودة عيدروس لا يستبعد المراقبون أن تكون مدفوعة من قبل التيار الانفصالي المدعوم من قوى إقليمية، وهو ما جعل استقبال الملك سلمان للرئيس هادي في هذه اللحظة الفارقة بمثابة دعم غير محدود لوحدة اليمن وتصميم على إنهاء الأزمة التي تعيقها قوى إقليمية، ورسالة لتلك القوى بأن المملكة ستقف مع الشرعية إلى آخر مدى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. أرحب أيضا بضيوفي مرة أخرى في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وديع عطا. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ وديع. أرحب بضيفي الأستاذ توفيق الحميدي والأستاذ محمد بالفخر. لو أبدأ معك أستاذ وديع، في البداية كيف تابعت قرارات الرئيس هادي بشأن التغييرات الوزارية وإقالة محافظ عدن مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي كيمني تابعتها بأنها قرارات طبيعية تصدر عن رئيس أكبر مؤسسة رئاسية في الدولة. من الطبيعي أن يصدر هذا القرار، ومن الطبيعي أن أي موظف وضعه الرئيس في هذا المكان أن يستجيب لهذه القرارات.
يعني علينا ألا نتعامل بحساسية مع أي قرار يصدر مع رئيس الجمهورية، وهو رئيس يعني الهرم الأكبر في الجمهورية اليمنية، بأنه تعامل ندي مع محافظ. يعني هذا المحافظ جاء بقرار وعليه أن يرحل بقرار طالما لم يحسن في الموضع الذي وضع فيه. ثانيا، المرحلة التي كان فيها المحافظ الزبيدي يعني أثبت فيها كثير من الإخفاقات الإدارية والأمنية، ولم يحقق ما يمكن أن يستمر فيه. يعني الموضوع لا يمكن أن نتعاطى معه بحساسية مناطقية ولا حساسية سياسية، سوى أن نضعه في سياقه الصحيح. يعني أنه قرار رئاسي صدر وعلينا أن نستجيب إليه، يعني إذا كانت المصلحة الوطنية العليا تهمنا، يعني علينا أن لا نتعامل بحساسية. نعم. الآن توجه الأستاذ توفيق الحميدي من فيينا عبر سكايب. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ توفيق. وهناك من يرى أن قرارات الرئيس هادي بإقالة محافظ عدن ومسؤول الحزام الأمني لم تأتي إلا بعد ضوء أخضر من المملكة العربية السعودية. كيف ترى وجهة النظر هذه؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن القرارات التي صدرت من الرئيس هادي بإقالة محافظ عدن وأيضا مسؤول الحزام الأمني هاني بن بريك وإحالته للتحقيق جاءت كما ذكر الأخ في سياق طبيعي، خاصة أن الفترة الماضية وجهت انتقادات كثيرة للحكومة الشرعية وللرئيس هادي بالذات بعدم القدرة على إدارة المناطق المحررة، خاصة من قبل ميليشيات الحوثي. وعلى رأس هذه المناطق تأتي محافظة عدن التي أعلن الرئيس هادي سابقا بأنها الحكومة أو بأنها العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية حتى استعادة العاصمة صنعاء من ميليشيات الانقلابية. ظهرت مجموعة من الممارسات خلال الفترة الماضية لا يمكن أن تخدم عملية التحرير التي تقودها الحكومة الشرعية بدعم من قوات التحالف على رأسها المملكة العربية السعودية. هذه الممارسات للأسف الشديد ليست ممارسات متعلقة بالجانب الإداري أو بالجانب المالي، وإنما هي كانت تتعلق بمهمة الدولة الرئيسية متعلقة بالأمن القومي للدولة. نعم. إذن أستاذ توفيق، حضرتك تتفق تماما مع ما قاله الأستاذ وديع بأنها هذه التغييرات تأتي في سياقها الطبيعي، لكن لماذا برأيك هذا اللغط الذي دار حول هذه التغييرات سواء متعلقة بإقالة محافظ عدن أو بمسؤول الحزام الأمني؟ وكما قلت لك أخي الكريم، كانت هنالك مجموعة من الممارسات حدثت خلال الفترة الماضية. هذه الممارسات وصلت إلى أن تمس الأمن القومي للبلد، منع طائرة الرئيس من السقوط في عدن، محاولة التمرد التي حدثت في الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة الماضية لاحظنا نشوء قوات عسكرية مسلحة ومدربة خارجة تماما عن سيطرة الحكومة الشرعية، وربما لديها قرارات مستقلة. هذه بلا شك أعاقت كثير من المشاريع والخطط الاستراتيجية للحكومة في هذه المناطق، ولذلك كان وجوبيا على الرئيس هادي، أنا أعتقد أنه تأخر كثيرا، كان وجوبيا على الرئيس هادي أنه يتخذ قرارات بمثابة قرارات جراحية وإن كانت مؤلمة، لكنها ضرورية من أجل تقليص هذه القوى التي حقيقة هي ستنشئ قوة بجانب قوة الدولة تماما. وبذلك الرئيس هادي الآن أعاد المياه إلى مجاريها، أعاد الهيبة للدولة لكي تمارس حقها الطبيعي. نعم، وصلت هذه الفكرة على هذا الأساس. نعم، وصلت الفكرة. أعود إليك أستاذ وديع، ولكن قبل أن أعود إليك توجه إلى الأستاذ محمد بالفخر معنا عبر الهاتف من السعودية. مرحبا بك أستاذ محمد. بالحديث عن قرارات الرئيس هادي يتحدث ضيفنا أستاذ وديع والأستاذ توفيق عن أنها تأتي في سياقها الطبيعي، حيث كان هناك إخفاقات، هناك ميليشيات مسلحة موازية لقوة الدولة. هل برأيك هذه التغييرات التي أجراها الرئيس هادي من شأنها أن يتغير هناك شيء فعلي على أرض الواقع، وبالتالي تحييد هذه الميليشيات أو التقليل من نفوذها في هذه المنطقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم. عليكم السلام. أحيي الأخوة معك في الاستوديو وأحيي الأخوة المشاهدين. حقيقة كما قال الأخوة القرارات جاءت في وقتها. عدن تحررت من سيطرة الانقلابيين وفجأة دخلت في دوامة أخرى. جاء قرار الرئيس هادي بتعيين اللواء عيدروس الزبيدي محافظا لعدن، وكان يظن الجميع أن هذا مكافأة له على
دوره في المقاومة في الضالع تحديدا. وبعد ذلك رأينا أستاذ محمد، لو معذرة منك لو ترفع صوتك قليلا لا أسمعك بشكل جيد. هو أيضا حتى الصوت من عندكم ضعيف. على كل حال القرار، أنا أتفق مع الأخوة بما طرحه الأخوة. القرار جاء في وقته، وفعلا كان المشاهد والمراقب يرى في هذه الفترة سنة ونص من تولي اللواء عيدروس الزبيدي مقاليد محافظة عدن أن هناك أجندة أخرى تمارس على أرض الواقع بعيدا عن الشرعية وبعيدا عن أجندتها وبعيدا عن ممارسات الدولة. وحتى عندما عادت الدولة والرئيس إلى عدن وكأن هناك فريقين، فريق يحكم المحافظة بسلطة محلية بعيدا عن أهداف الدولة ومراميها في تقديم عدن كنموذج لمنطقة محررة، بالتالي وتخفيف العبء عن كاهل الشرعية وانطلاقها نحو تحرير البلاد بشكل كامل أو ما تبقى من البلاد. لكن كانت هناك ممارسات أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من انفلات أمني ومن أجندات تختلف عن رؤى الدولة. وبالتالي كان صبر الرئيس وحكمته طال، والناس ظنوا أن هناك أمرا واقع سيحدث في عدن. شكرا. وصلت الفكرة. جاء القرار بمثابة كما قال أخي أنها بمثابة عملية جراحية، وإن كانت متأخرة لكنها ستتعافى منها البلد بشكل عام. وصلت الفكرة. نعم، ابقى مع أستاذ محمد، سأعود إليك مرة أخرى. إذا ضيوفنا يتفقون على هذه الممارسات التي كانت تمارس ضد أو في مسار غير مسار القوات الشرعية، وبالتالي قرارات الرئيس هادي في مسارها الطبيعي أو في سياقها الطبيعي. لكن كيف تنظر إلى هذه المظاهرات التي خرجت في عدن والمناطق المحيطة، وإلى أي مدى ترى أنها عفوية؟ أنا أنظر أن الاعتماد الذي يحصل في الشارع العدني بشكل خاص هو رد فعل طبيعي ممن فقدوا مصالحهم أو يخافون من فقدان المصالح التي ترتبت عن هذه القرارات، خصوصا وأن كثير كانوا يستفيدون من وضع الانفلات الأمني، يستفيدون من وضع الأزمات التي يعني تنتج عن توقف الكهرباء، تردي الخدمات الخدماتية التي يستفيد منها المواطنين في عدن. الأمر كان يصب في مجمله للشحن ضد الدولة. يعني عدن الآن تعتبر العاصمة المؤقتة لليمن، هي العاصمة المركزية المؤقتة حاليا، وبالتالي بأن النجاح في إدارتها هو نجاح للتحالف. الموضوع يتجاوز نجاح عيدروس إلى نجاح يعني محافظة أو منطقة إلى كون نجاح للتحالف بشكل عام. يعني هل التحالف قادر على أن يدير المناطق التي يحررها أم هو سيفشل في ذلك؟ هنا جاء دور الزبيدي بفشله الإداري والأمني، يعني برر لهذا الموضوع وكرس هذه النظرة. للأسف أن هناك من المواطنين أصبحوا ينظروا، خاصة الإعلام الإنقلابي أصبح يسوق عدن بأن النموذج السلبي لإدارة، يعني أصبح يقدم المناطق الجنوبية خاصة وظهور من حين إلى آخر بعض الجماعات الإرهابية مثلا بأن هذه المناطق التي تديرها الشرعية. أيها العالم، هل تنظر إلى هذه المناطق التي تديرها الشرعية ويتظاهر فيها الإرهاب؟ يعني أيها اليمنيون، هل أنتم ستأمنون على هذه المدن يعني في حال جاءت إليها القوات الشرعية بأن لا تظهر فيها إرهاب؟ الآن يحاولون من حين إلى آخر أيضا أن يسوقوا بعض النماذج السلبية في تعز مثلا كمحافظة هي قبلة التحرير القادم مثلا أو الحديدة. هناك أكثر من غرض أو هدف حققه الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكان الذكاء يكمن أيضا بأنه أقال المحافظ وأبقى على مدير الأمن شلال، لأنه شريك في يعني في المقاومة الشعبية الجنوبية لتحرير الضالع وعدن. لذلك سيكون مسؤولا تماما عن أن يكون صمام أمن لعدن أيضا التي هي اليوم بيد أبنائها ليس بيد أي طرف آخر. يعني طيب ابقى معي. أعود الآن الأستاذ توفيق عبر سكايب. المقالين بهذه التغييرات التي أجراها السيد هادي لم يبدوا أي ردة فعل لا إيجابا ولا سلبا على قرارات إقالتهم. كيف يمكن أن يفهم ذلك في ظل وجود مظاهرات للتنديد بقرارات الرئيس هادي؟ لا، أنا أعتقد أن الظرف الاستثنائي الذي يعيشه اليمن والحكومة الشرعية بالذات في ظل مواجهات مسلحة وأعمال قتالية اليوم من أجل استعادة الشرعية، والأعين اليوم تتجه نحو حديدة إلى غير ذلك. أنا أعتقد أن الرئيس هادي
لم يترك خيارات كثيرة لمن فقدوا مصالحهم أو لمن صدرت قرارات بإقالتهم. هم أمام خيارين كلاهما مر، إما الإذعان للحكومة الشرعية وبالتالي القرارات الصادرة من الرئيس هادي، وبالتالي هم سيكسبون احتراما أو تقديرا كبير من الحكومة، سواء من داخل الحكومة أو من المجتمع اليمني نفسه، بحكم أنهم سيكونون عند مستوى التقدير لحجم المسؤولية والظرف الذي تعيشه اليمن. وإما التمرد على الحكومة الشرعية، وبالتالي هم سيتساوون تماما مع المتمردين الذين ظهروا في صنعاء، وبالتالي سيفقدون كثير من الغطاء السياسي وربما غطاء التحالف نفسه، وبالتالي سيكون وضعهم السياسي والقانوني في كثير من الإحراج. وبالتالي هذا الصمت يبين حقيقة الإرباك الذي تعيشه الذي تفاجأ به الجميع، وإن كان في ظاهره يبين هؤلاء الناس هم قبلوا بالقرارات بصورة أو بأخرى. تقريبا اليوم الشارع الذي يتحرك هو تحرك بعد البيان الذي صدر من قوى الحراك الجنوبي التي دعت عيدروس النقيب لرفض هذه القرارات، ثم دعت الشارع الجنوبي إلى التحرك والحشد في شوارع عدن بالذات إلى غير ذلك. أنا أعتقد اليوم التحالف من خلال استقبال الملك سلمان للرئيس هادي أعطى رسالة قوية، بحكم أن السعودية اليوم هي التي تقود التحالف وهي التي تحمل على عاتقها عملية التحرير الكبرى، إضافة إلى استقبال أو الالتقاء الرئيس أو عفوا محافظ عدن الجديد المفلحي مع السفير الأمريكي، والذي وعده بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفتح قريبا سفارتها في داخل عدن. هذا يبين أن هنالك رضا على مستوى كبير بعملية التغييرات الكبيرة، وهذه الرسائل التي جاءت من الملك سلمان ومن السفارة الأمريكية أيضا قلصت الخيارات أمام المناورات، وبالتالي ربما يندفعون إلى الشارع، لكنه لن يطول. بالنهاية القرارات صدرت وكانت واضحة، فهم أمام خيارين، إما أن يقبلوا إما أن يظهروا بمظهر المتمردين ويفقدون كل رسالة. وصلت هذه الفكرة تمام. وصلت الفكرة. ابقى مع أستاذ توفيق. الآن توجه الأستاذ محمد بالفخر. إذن لقاء الملك سلمان مع الرئيس عبد الرب منصور هادي برأيك هي رسالة بأن المملكة مع يمن موحد ولا مجال لهذه الدعوات أو لا مجال للتمرد في الجنوب مرة أخرى؟ أخي الكريم، موقف المملكة العربية السعودية منذ اللحظة الأولى تلبيتها لدعوة الرئيس هادي للتدخل لإعادة الشرعية وتبنيها للتحالف العربي، وقامت هذه العاصفة هي من أجل إعادة الشرعية شرعية الرئيس هادي كانت على اليمن بأكمله وليس على أجزاء محددة. فبالتالي هذا استقبال الملك سلمان للرئيس عبد الرب منصور هادي كانت رسالة واضحة لكل من يحاول أن يثير بعض الشبهات أو يثير بعض الأمور أن عيدروس الزبيدي ومن معه يستندون إلى شرعية إقليمية وإلى غير ذلك أو دعم إقليمي. طبعا ليس هناك شرعية القرار الذي أتى بهم هو أيضا من أصدر القرار هو الذي أصدر قرار بإعبائهم عن المسؤولية. فإن كانوا هم كما قال الأخوة إن كانوا هم محبين لوطنهم ويفوتوا الفرصة على من يدعوهم لهذه المظاهرات من خلال بعض الإعلاميين وبعض الماجورين، للأسف الشديد بعض الكتاب من هنا أو هناك، فيحاولون إثارة الشحناء وإثارة ومحاولة التمرد على شرعية وعلى قراراته، وأن هذه القرارات تحمل أجندات أخرى لا ليست إلا في أذهانهم وأوهامهم. فمن هنا يعني حقيقة الرسالة واضحة. الملك سلمان استقبل الرئيس عبد الرب منصور، السفير الأمريكي يقابل المحافظ الجديد. هذه رسالة تحمل أبعاد كثيرة ومعاني كثيرة، أن اليمن الاتحادي القادم هو صمام أمان للمنطقة بأكملها وليس لهدف من الأهداف. نعم، وصلت الفكرة. أبقى مع أستاذ محمد. أعود إليك مرة أخرى أستاذ وديع. إلى أي مدى ستؤدي قرارات هذه إلى استحضار الحراك الجنوبي الواجهة مرة أخرى؟ وهل استقبال الملك سلمان للرئيس هادي وإن كانت رسالة، لكن هل هذه الرسالة ستكون فعلا بمثابة قوة ضاغطة ومحذرة ومهددة لأي حراك أو تمرد في هذه المنطقة؟ أعتقد بأن المرحلة الحالية تجعلنا يعني
نقول بأن وجود الدولة بمختلف رموزها من مختلف أرجاء الوطن ومحافظاته في عدن، وأن عدن اليوم عاصمة لليمن الاتحادي المأمول، تجعلنا بأن نتجاوز أطروحة الانفصال أو ما يسمى بالحراك. أنا لست مع التفاعل مع أي بيان لا يذيل أصلا بجهات واضحة، يعني لأن من السهل أن أصيغ أنا بيان وأكتب عليه مثلا الحراك الجنوبي نعم. الثائر وأشياء من هذه القبيل. أنا لا أتفق مع من يقول بأن الشارع الجنوبي خرج استجابة لهذه البيانات. هذه البيانات من تحركوا هم مجموعات عشرات فقط فقدت مصالحهم بعد، يعني كانت تستفيد من انطفاء الكهرباء، كانت تستفيد من توقف المياه، كانت تستفيد من بعض المصالح التي يعني كانوا يديرونها من حول الرئيس، من حول المحافظ المقال. الآن المطلوب من أبناء عدن يلتفوا حول المحافظ الجديد، وأن نشكر المحافظ السابق سواء على نجاحات الطفيفة التي حققها أو على فشله الذي أثبته، وأن نشكر له استجابته لمطلب يعني لقرار رئيس الجمهورية، وأن يكون ذاك النموذج الذي يعني رجل المقاومة لا يضيع تاريخه في المقاومة يعني برفضه أو لتمرده، لأنه سيضع نفسه في خانة المتمردين الانقلابيين الذين يرفضون الانصياع لقرارات الدولة. هل هناك إشارات على بداية التمرد من قبله أم الأمر مستمر؟ حتى الآن هناك للأسف، وهذا الذي أستغربه أنا، أن من يسمى ومن يدعى الناطق الرسمي باسم محافظة عدن تداولت وسائل الإعلام بيان موقع باسمه ينسبه إلى المحافظ السابق، يقول بأنه سيعلن موقفه في تسجيل مصور. أنا لا أعتقد بأن هذا صحيح. أعتقد بأن يعني عيدروس مطلوب منه بأنه يصدر بيان يرحب فيه بالمحافظ الجديد ويشكر أبناء عدن على ما كانوا يعني تحركوا معه وتجاوبوا معه في الفترة السابقة، وأن يرحب أيضا بأي قرار ستصدر، لأنه الآن أصبح يعني سفيرا في الخارجية، إضافة إلى أنه يفترض أن يعزز ما يصدر من الرئيس عبد الرب منصور هادي، فهو تحت إمرته، وهو في الأخير جندي يمني يفترض أن يخدم سواء في الجانب العسكري أو في الجانب السياسي. أريد أن أشير بأن يعني لقاء الرئيس عبد الرب منصور هادي بالملك سلمان وضع النقاط الحرف النهائية، قطع قول كل خطيب ممكن أن يفتي بأن الشارع الجنوبي سيتحرك أو أن ما يسمى بالحراك قد يصدر. بعض الدعوات التي تنسب إلى الحراك هي لا تعبر عن أبناء الجنوب ولا ينبغي أن نختزل الجنوب في ذلك. إذا أردت أن تتحدث عن الجنوب، هناك شبوة، هناك حضرموت التي قالت أيها اليمنيون اتفقوا. اليوم خالد بحاح أقيل، عادل باحمد من محافظة حضرموت أقيل، من قبله وحيد رشيد، من قبله نايف البكري أيضا أقيلوا، وهو كانوا محافظين وكانوا يحققون نجاحات باهرة في مواقعهم. احترموا قرارات رئيس الجمهورية وتراجعوا إلى الصفوف التي اختارهم فيها رئيس الجمهورية. على الزبيدي أيضا أن يتأسى بهؤلاء وأن يكون نموذج إيجابي في الانصياع لقرارات رئيس الدولة. نعم، أعود إليك أستاذ توفيق. هناك أنباء ربما عن انقسام داخل الحراك الجنوبي بعد قرارات هادي. هل من دلالة على صحة هذه الأنباء، وكيف يمكن إن صحت أن يستفيد منها الرئيس هادي؟ لا، هو في حقيقة الأمر الحراك الجنوبي يعني من سابق هو عبارة عن مجموعة من الفصائل ومجموعة من التيارات ومجموعة من الزعامات ومجموعة من الروس، وبالتالي هم لن يتفقوا على، كما ذكر الأخ، هم لن يتفقوا على رؤية موحدة. هنالك الحراك الذي اتهم بأنه يد إيران الموجودة في الجنوب، وهنالك اليوم الحراك المنسوب لبعض القوى الإقليمية، وهنالك الحراك الذي دخل داخل الدولة والآن يعني قابل لكل القرارات الصادرة من الرئيس هادي. وبالتالي أنا أعتقد أنه التأثير الذي يمكن أن يحدث بالصورة الذي يتوقعه الكثير بحدوث تمرد شلل كبير على مستوى المحافظة الجنوبية، لا، هذا الأمر أعتقد بعيدا منه. اليوم هو ما نشاهده عبارة عن مظاهرات أو هنا وهناك، وإن كان هنالك حشود يعني في عدن بصورة وبأخرى كبيرة متوسطة إلى غير ذلك، لكن بالمجمل العام هنالك اليوم من ينفث في قربة المناطقية، حلم الدولة الجنوبية، التآمر ضد دولة الجنوب. والبعض للأسف الشديد اليوم من أجل زيادة هذا الحنق يحاول أن يحمل مثلا فصيل آخر خارج الدولة بأنه هو وراء هذه القرارات التي صدرت لتصفية حسابات سابقة مع محافظين سابقين. وبالتالي كل هذه اليوم
الذي يطرح في وسائل الإعلام إلى غير ذلك هو من أجل زيادة الحراك داخل المناطق الجنوبية والدفع بالشارع أكبر ليكون أكبر. لكن في المجمل العام أنا أعتقد أن الأمور لن تذهب بعيدا. طيب. هنالك قرارات يعني موقف واضح من قوى التحالف، وسيتم فكفكة كافة القوى العسكرية اليوم بما يخدم مصلحة الدولة ومصلحة الجنوب بالدرجة الأساسية. ابقى معي، أعود إليك مرة أخرى أستاذ محمد بالفخر. لكن ماذا يعني برأيك ظهور مسميات جديدة في الجنوب مثل المقاومة الجنوبية والشرعية الثورية الجنوبية؟ وهل هناك ربما دور يمكن أن يبرز لهذه الكيانات يمكن أن تلعبه في ظل هذه الأزمة اليمنية؟ لو آخر سؤال يا أخي لما أسمعه لو تعيد الله يحفظك. أقول لحضرتك أستاذ محمد، ماذا يعني برأيك ظهور مسميات جديدة في الجنوب مثل المقاومة الجنوبية، الشرعية الثورية الجنوبية، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الكيانات في ظل الأزمة اليمنية الحالية؟ أولا يا أخي المقاومة الجنوبية كانت مقاومة من أجل التحرير، وكانت تعمل تحت إطار الشرعية اليمنية، وكانت تعمل أيضا تحت إطار التحالف العربي، وكان دعمها والتحالف العربي ضربات التحالف العربي على مواقع الإنقلابيين كانت هي الفيصل والحاسمة في تحرير عدن وبقية المناطق الجنوبية. وأيضا شباب المقاومة الجنوبية من فصائل شتى ومن كل الفئات، لم يكن مقتصرا على فصيل من فصائل الحراك، بل رأينا أثناء التحرير أن كثير من قيادات الحراك تركت مواقعها على الأرض وغادرت البلد، ورأينا فيما بعد منهم من تسلق الانتصار وأصبح يتحدث باسم المقاومة الجنوبية هو كان بعيدا عنها، بينما الشباب الذين استشهدوا والذين قدموا أرواحهم رخيصة كانوا بعيدين حتى عن فكر الكثير من فصائل الحراك المتعددة التي كانت موجودة بأجندات مختلفة. الشرعية الثورية المدعاة هي يفترض الآن نحن كما قلنا سابقا نحن في ظل شرعية يمنية ليمن اتحادي. اتفق معظم أبناء اليمن على مخرجات حوار وتم تحرير البلاد ضمن تحالف عربي وضمن جهود دول الإقليم وعلى رأس المملكة العربية السعودية. فهذه ينبغي أن نكون نحترم أيضا آراء الناس ونحترم ماذا يجول في الشارع، ولا ندعي شرعيات تجرنا إلى مهاوي الردى. على الجميع فعلا أن يبتعد عن أصحاب الأجندات التي ممكن لا تحقق للبلد إلا الكثير من المهاوي التي وصلت في الطرف الآخر الانقلابيين يعني. نعم، وصلت الفكرة، شكرا لك، ابقى معي. أعود إليك مرة أخرى أستاذ وديع، برأيك هل هذه الدعوات يمكن أن يكون لها تأثير على الوضع الميداني فيما يخص القوات الشرعية والجيش الوطني اليمني في المعارك التي يخوضونها مع الانقلابيين؟ لا أعتقد بأنها هي ردة فعل طبيعية وانفعالية مؤقتة قد تذوب مع تحضير أو إعادة الخدمات الحقيقية إلى محافظة عدن، تثبيت سلطة الدولة، وهذا المطلوب بشكل رئيسي من الدولة. لابد أن يحضر الأمن، لابد أن تحضر الخدمات، لابد أن تستمر الكهرباء، لابد أن تنتظم خدمات المياه، لابد أن تطبع الحياة بشكلها الطبيعي، وهذا الذي سيعيد الثقة من قبل المواطن في عدن. لا يهمه إلا أن تتواجد الخدمات، لا يهمه من سيكون على رأس المحافظة سين أو صاد، فقط هم من فقدوا مصالحهم هم من يهمهم من يكون المحافظ أو لا. يعني هذا شيء. السؤال الأكبر أيضا يعني هل التحالف مع تثبيت سلطة الدولة والوقوف مع الشرعية؟ أنا لا أشك بأن التحالف لن يقف إلا مع الرئيس ولن يقف إلا مع الدولة، ولن يمضي مع اليمن ومع الرئيس عبد الرب منصور هادي إلا إلى أن تثبت الدولة حضورها وأن يحضر القانون، وأن لا يذهب أيضا هذه المليارات التي ينفقها الإخوة في الخليج عبثا. يعني من غير المعقول يعني أن تنفق هذه السعودية والإخوة في الإمارات الدماء رخيصة من أجل مصالح، يعني لمصلحة فصيل معين أو مكون معين أو عصابة معينة. يفترض أن تحضر الدولة بدعم من التحالف، والتحالف مشكور في كل الأدوار التي يقوم بها. طيب، إذا انتقلنا إلى محور آخر وفيما يتعلق بالوضع العسكري، الوضع الميداني على الأرض. أستاذ توفيق،
كيف تنظر إلى آخر الأوضاع الميدانية في الجبهات والتقدمات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشرعية؟ هنالك نستطيع أن نقول أن الموقف العسكري يمكن أن نتحدث أو نحدثه في 3 محاور. المحور الأول هو محور جبهة نهم مأرب صنعاء، وأعتقد أن هذه الجبهة حققت انتصارات خلال المرحلة الماضية ثم توقفت، غير واضح ما هي الأسباب، وأعتقد أن الإخوة أو الخبراء أو المسؤولين العسكريين هم أدرى ما هي الأسباب المتعلقة بهذا التأخير. هنالك المحور الآخر هو محور تعز والمعارك على أشدها، سواء داخل مديرية تعز أو حول معسكر خالد بن الوليد، والذي أصبح حقيقة تحت السيطرة النارية للقوات الشرعية وحققت انتصارات كثيرة فيه. ومعسكر خالد في حقيقة الأمر يعتبر من المعسكرات الكبيرة والتي كانت تعتمد عليها الميليشيات بصورة كبيرة وقوة صالح بصورة كبيرة لتغذية وحداتها المقاتلة على سواء الشريط الساحلي في المخا وأيضا المناطق تعز مثل مقبنة وخط الحديدة إلى غير ذلك. المحور الثالث وهو اليوم الأهم، هذا المحور نستطيع أن نقول هو عبارة عن محور الحديدة ميدي قاعدة، وهذه اليوم الأعين تقريبا كلها تتجه نحو الحديدة، وهنالك حملة إعلامية وسياسية كبيرة يقودها ناشطون ودبلوماسيون الانقلابيين في الخارج من أجل منع التقدم نحو الحديدة وإسقاطها بيد الحكومات الشرعية، لأن الحديدة تعتبر الرئة التي يتنفس منها الانقلاب، سواء يتنفس منها ماليا واقتصاديا وحتى عسكريا من خلال تهريب الأسلحة إلى غير ذلك. واعتقد انه التحضيرات جاريه لانطلاق عمليه استعاده الحديده، وميدي اعتقد ان المعارك فيها تقدم كبير اضافه الى محافظه صعده. بشكل عام العمليه او الموقف العسكري على الارض هنالك تقدم كبير للحكومه الشرعيه، والمواطنون في اليمن هم يريدون السرعه بشكل اكبر، لكن كما قال الرئيس هادي في احد مقابلات لاحد الصحف السعوديه أنهم تأخروا بسبب الكلفة البشرية التي قد يدفعها المواطنون بسبب اقتحام المدن المكتظة بالسكان، وأعتقد أن هذا التفسير قد يقبل في صنعاء وفي الحديدة، لكن المواطنون يريدون حسم أكثر لأن الظروف الاقتصادية أصبحت سيئة جدا. نعم، ابقى مع أستاذ توفيق. أعود إليك أستاذ محمد بالفخر مرة أخرى. هناك من يرى أن حسم المعارك في كل من الحديدة، تعز، ميدي، المخا هي نهاية سعيدة للمعارك الدائرة مع الانقلابيين. إلى أي مدى ترى أن المدن المذكورة تكفي لحسم المعارك؟ أخي الكريم، هو صحيح أن الحسم تأخر، ومبررات عدم الحسم كانت وجيهة جدا يعني في عملية حتى لا تزهق أرواح كثير من المواطنين، وخاصة هذه المدن كلها مكتظة بكثافة بشرية سواء في الحديدة أو في صنعاء أو في تعز ذاتها. لكن المهمل فعلا أن يتم موضوع الحديدة ويتم الانتهاء منه، فعندما يتم الانتهاء منه فهو الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الانقلابيون والسريان الذي ما زال يمدهم بالمؤن والعتاد والسلاح. فإذا تمت هذا التحرير فبعد ذلك أصبح سقوط العاصمة صنعاء سيسقط تلقائيا بعيدا عن الكلفة التي كانت مقدرة لذلك. فمن هنا نأمل يعني حقيقة يعني لا تستجيب دول التحالف ولا الحكومة الشرعية لبعض الدعوات المشبوهة التي تحاول أن تحذر من استكمال التحرير في موضوع الحديدة على وجه التحديد. فلو تم هذا الأمر فالمسألة تصبح بعد ذلك مسألة وقت إن شاء الله. طيب، ابقى مع أستاذ محمد. أقول لك مرة أخرى أستاذ وديع، إذن برأيك أيضا الحديدة هي معركة حاسمة وربما تكون بوابة لحسم كثير من المعارك وربما الحسم والتحرير الأعظم. أستاذ وديع.
الحديدة تكتسب أهمية كبرى كونها تمتد على شريط ساحلي يمتد إلى 300 كيلو، يمتد ما بين ميدي إلى المخا. الشريط الساحلي الغربي كله يعني ينتمي للحديدة بشكل رئيسي، ما عدا المخا تنتمي إلى تعز، وميدي تنتمي إلى حقة، وهي المناطق التي يسيطر عليها الميليشيا بشكل كبير، وتستقبل عبرها كثير من حملات السلاح، يعني من قوارب السلاح المهرب الذي يأتي من سواحل أفريقية للأسف، تصلها كمحطة ثانية التي تستقبل من إيران. هذا الشيء التحرير الحديدة والسيطرة على الأقل السيطرة الحقيقية أمنية من قبل التحالف على الشريط الساحلي الغربي لليمن خصوصا الحديدة سيخنق الانقلابيين بشكل كبير. السيطرة على الحديدة يفترض أن يتواكب شقين، الشق العسكري والشق الإنساني، لأن الحديدة تعتبر ثاني أكثر محافظة من حيث عدد السكان. سكان المدينة لا يقل عن 1 إلى 1.5 مليون سكان، نسمة من السكان. يعني نسبة الفقر فيهم عالية بشكل كبير، يعني بيوتهم يعني بسيطة وليست بذلك الكبير الذي ممكن يتحمل ضربات الطيران وضربات الدبابات المدفعية. أنا دائما أنادي وأقول وأؤكد أيضا بأن أي عملية عسكرية في الحديدة لابد أن تتواكب أو تتزامن مع عملية إنسانية تهتم بالإنسان، طبعا تهتم بالإنسان أولا. هذا الشيء. السيطرة على الحديدة يفترض أن يبدأ من المحور الجنوبي الذي هو تعز، لأنه تعز إذا لم تؤمن وإذا لم يتم الحسم من معسكر خالد بن الوليد. طب قبل أن ننتقل إلى تعز بالتحديد، حضرتك ذكرت في طيات حديثك أن ميناء الحديدة يصله حملات الأسلحة وقارب الأسلحة من إيران عبر السواحل الأفريقية. طبعا. هل هناك دول معينة أفريقية متورطة في هذا الأمر؟ ما من شك بأن أريتريا يعني هي لديها جزر وهي تؤجرها يعني بالتأجير. هناك جزر أريتريا مؤجرة على إيران، وهناك أيضا نفوذ إيراني ناعم موجود في الصومال أو في الجهات المقابلة لليمن. الساحل اليمني يقابل الصومال ويقابل جيبوتي ويقابل أريتريا في امتداده الطويل. يعني أريتريا لديها عشرات الجزر وهي مؤجرة حتى على إسرائيل وليست حتى على إيران فقط، وبالتالي من السهولة بمكان أن تستأجر. في الأخير الرئيس الأريتري يعني في الأخير هي ليس منفعة معنا في مادية، الهم ليس لها العربي دخل بالموقف بالتحديد السياسي يعني. وعلى فكرة يعني الصيادين اليمنيين أصلا يمارسون صيدهم التقليدي حتى على الساحل الأفريقي، يعني لأنه قريب، وكثير من الحملات الأمنية الأريترية تستهدف صيادين يمنيين من عرض البحر اليمني. المطلوب أن التحالف الآن يشدد حراسته الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لكي يطبق القبضة الحديدية على الساحل الحديدة، لأن سقوط الحديدة سيسهل تماما خنق الميليشيا. بسقوط الحديدة ستختنق الميليشيا، لأن الحديدة الآن تمثل تقريبا المورد الأول أو الثاني من حيث الموارد المالية التي تغذي الميليشيا وتدعم جبهاتها المنتشرة سواء في ميديا أو في تعز أو في البيضاء أو في أي مكان. لكن لا ترى أن التحالف ممكن أن يقدم على خطوة خارج حدود اليمن بالتعامل مع هذه المناطق التي يأتي عبرها الأسلحة سواء من إريتريا أو غيرها؟ التحالف أعتقد بأنه سيقوم كحفظ أمن قومي، يعني في النهاية جزء من المعركة. يعني التحالف سيقوم بخطوة مدروسة بشكل تكتيكي أعتقد، يعني لن يتورط في أي عملية تودي بحياة آلاف الناس من البشر. نعم. سواء بالجوع أو بالقتل إلا بعد دراسة حقيقية. الأقمار الصناعية العسكرية ستخدمهم بشكل كبير. هناك أيضا ما أريد أن أشير إليه بأن الحديدة أصلا هي محافظة تعتبر مؤتمرية مقفلة على أتباع الرئيس المقلوع علي عبد الله صالح، وبالتالي بأنه يعني إذا حاول التحالف أن يستقطب كبار المشايخ أو كبار رؤساء فروع التجار الموجودين في الحديدة، وهم بدأوا الأسبوع الذي فات مثلا حوالي 20 قيادي من المؤتمر الشعبي العام أعلنوا ولائهم للشرعية، بدأوا يتسربوا الآن، بدأوا يتقافزوا من المركب المحترق، وبالتالي على الشرعية أن تلتقط هذه الإشارات وأن تستدعي هؤلاء، وبالسهل أن تسهل لهم، ويعني من السهل أن تسهل لهم الخروج من الحديدة، وبالتالي الحديدة ستسقط. يعني الموضوع لا يحتاج إلى مواجهة عسكرية أكثر منها هل يمكن تسقط قبل تعز؟ طبعا هناك سهولة بشكل كبير، ولأن عسكريا أصلا كانت تتبع نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر الذي كانت تحت سيطرته الإدارية. طيب أعود إليك أستاذ توفيق الحميدي. المقاومة تتحدث عن أن المعركة، لو انتقلنا إلى جزء آخر هو معركة تعز، المقاومة تتحدث عن أن المعركة في تعز هي محسومة لولا الحصار المفروض عليها. دائما نتحدث عن هذا الحصار المفروض، دائما نتحدث عن تأخر المعارك في تعز، ما رأيك في هذا الأمر؟ تعز أعتقد تعاني أمرين، هنالك حصار على كبير على المستوى الاقتصادي، وهذا انعكس سلبا بشكل كبير
المواطنين وعلى الخدمات الصحية وعلى كافة الخدمات. تعز أعتقد تأتي كمحافظة أولى حتى من حيث عدد المواطنين الذين هجروا قسرا من منازلهم. لدينا هنالك في بلاد الوافي، في منطقة الكدحة، في منطقة الواسعية، هنالك الآن مخيمات، وبالتالي هذا الحصار أثر بصورة كبيرة حتى على مستوى الوضع الإنساني. هنالك مخيمات لهؤلاء النازحين لا تتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة لإغاثة مثل هؤلاء الناس، بالإضافة إلى الخدمات اللي تحدثنا عنها الصحية والتعليمية وغير ذلك. هذا على المستوى الإنساني، وبالتالي أعتقد أن الكلفة الإنسانية في تعز عالية جدا بسبب كثافة السكان، بسبب الحصار المفروض، خاصة أن منطقة الحديدة التي هي تعتبر أحد المنافذ بيد ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى أن محافظة عدن، منفذ محافظة تعز من جهة الحوبان والطريق الطبيعي أيضا بيد ميليشيات الحوثي، إضافة إلى أن هنالك منفذ بسيط الذي يأتي عن طريق المنطقة الجنوبية بهذا الاتجاه. أعتقد الآن مع تحرير ميناء المخاو، وإذا تمت استعادة السيطرة على معسكر خالد بن الوليد وتحرير مناطق مقبنة وشمير هذه التي تشرف على المناطق الواصلة بين تعز والمخا، الجانب الإنساني سينفرج بصورة كبيرة، وهذا الذي نؤمله. على المستوى العسكري مشكلة تعز أن المعارك اليوم انتقلت من المدينة إلى معارك ريف، ومشكلة تعز اليوم هذا الريف يستنزف كثير من الجهد. اليوم المعارك للأسف الشديد تدار في ريف تعز، في ريف موزع، في ريف مقبنة. طيب وأنت تتحدث أستاذ توفيق عن الوضع الإنساني والوضع الإغاثي. منذ أسبوع ضخت المملكة العربية السعودية 150 مليون دولار لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن. هل ترى أن هذه الأموال كافية، أو هذا المؤتمر ما خرج منه من دعم للوضع الإنساني في اليمن كافي على أن يضبط الوضع الإنساني هناك؟ أنا أعتقد أن بإمكان هذه الأموال إذا أتت إلى اليمن عبر قنوات صحيحة، تشكيل لجنة رقابية عليا من الدول المانحة بالإضافة إلى الحكومة الشرعية، لأنه اليوم حتى باعتراف الناطق الرسمي العسيري أن المملكة العربية السعودية ساهمت بإقامة 17 مليار للمنظمات التابعة للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية في اليمن. هنالك إشكالية، كثير من هذه المساعدات للأسف الشديد تذهب ويتم نهبها من قبل الميليشيات، وتذهب في غير طريقها، ربما تذهب إلى أموال للمقاتلين في الجبهات من قبل الميليشيات. هذه الأموال اليوم يجب أن توضع من الحكومة اليمنية خطة إسعافية عاجلة، يكون هنالك رقابة واضحة، وأعتقد أنها على قوة التحالف أن تلقي بثقلها في هذا الجانب، بالإضافة إلى الدول المساهمة في هذا الأمر، لأنه ذهابها إلى المنظمات الأممية والإغاثية العامة للأسف الشديد أنا أخشى أن تذهب إلى الحوثيين بصورة أو بأخرى، ويظل الوضع الإنساني كما، ويجب هذه الأموال أن يفكر فيها الناس بما يتعلق بالبنية التحتية، ما يتعلق بالمستشفيات، ما يتعلق بالطفولة، ما يتعلق بتنقية المناطق من الألغام الضرورية والغذائية الأساسية، بحيث تصل بصورة مستعجلة. لأنه إذا ظلت الحالة الأموال تنزل عبر القنوات التي لاحظناها خلال الفترة السابقة، أعتقد أن الأمر لن يتغير كثير، وستقع نهبا لميليشيات الحوثي في كثير من المناطق. هناك من يرى أستاذ توفيق أن إعادة الإعمار وتوطين النازحين هو خيار مهم لحل الأزمة الإنسانية في اليمن. هل تتفق معه؟ بلا جدال. اليوم اليمنيين منذ حتى من نعتبرهم ما يشكلون الطبقة الوسطى في اليمن، والذي هم عبارة عن الموظفين بشكل عام، اليوم ربما منذ 7 أشهر إلى 8 أشهر لم يستلموا رواتبهم الطبيعية. هنالك أخي الكريم مآسي وقصص إنسانية لم تحدث عبر التاريخ اليمني. اليوم حتى التكافل الذي يمكن أن يحدث بين أبناء المجتمع أصبح شبه معدوم، ليس بسبب شحة النفوس، وإنما لانعدام الدخل المالي لدى الأفراد. وبالتالي اليوم سرعة الاستجابة الضرورية للحاجات الإنسانية
وإعادة تعمير البنى التحتية الأساسية لليمنيين أعتقد ستساهم نعم بصورة كبيرة. اليوم أصبح اليمنيون مجمعون على ضرورة وقف الحرب، على ضرورة إعادة الدولة، على ضرورة استلام الرواتب. هذه متطلبات أساسية. المواطن اليوم لا يفكر بحوارات ولا يفكر إلى غير ذلك. وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك. أعود إليك مرة أخرى أستاذ محمد بالفخر وأختم معك في هذه النقطة سريعا. كيف ترى دور الحكومة تجاه الأوضاع الإنسانية، وهل بيدها أن تقدم المزيد؟ أخي الكريم، المؤتمر الذي عقد في جنيف والحصيلة الإجمالية كانت 1,100,000,000. طبعا حوالي فوق النصف بقليل مما الهدف الذي وضع من أجله. الحكومة دورها كبير، يفترض أن تكون. طبعا نحن نعرف أن هذه المساعدات تتم عبر منظمات الأمم المتحدة المختلفة، ولن يكون للحكومة مباشرة يد فيها، لكن من باب الرقابة التي يفترض أن تقوم بالحكومة بمسؤوليتها الكاملة على هذه المساعدات، لأن نعرف الكثير من المنظمات مبالغ كبيرة تستنزفها في التشغيل الإداري لهذه المهمة. نعم. فيفترض أن الحكومة تفرض على هذه المنظمات التعامل مع منظمات المجتمع اليمني، المجتمع المدني بالداخل. شكرا والتي جزيلا. لها باع كبير في هذا الأمر، نعم. على الأقل للاستفادة القصوى من هذا الدعم. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد بالفخر. أعود إليك وأختم معك أستاذ وديع. هل الحكومة لديها الكثير مما تقدمه وهناك ربما قصور في هذه الناحية برأيك؟ القصور وارد من الحكومة طالما هي لا تملك الموارد الحقيقية. هي فقط عبارة عن وسيط أو ميسر يقتصر دوره على طلب الإغاثة والمساعدة من الأمم المتحدة ومن جهة التحالف. التحالف لم يقصر من جهته أيضا حقيقة، وهذه نشهد بها. لكن ما نريد أن نؤكد عليه بأنه لابد من توفر وسيط دولي يضمن وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، خصوصا المناطق التي الأمم المتحدة لا يوثق بها؟ الأمم المتحدة يعني أعتقد بأنها تتاجر بالمسألة الإنسانية في اليمن. وصلت الفكرة وتوقف معك عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لك أستاذ وديع عطا، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة برنامج في المنتصف. شكرا جزيلا لك. أشكر ضيفي، كان معي عبر سكايب من فيينا الكاتب السياسي اليمني الأستاذ توفيق الحميدي، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكر ضيفنا كان معنا من السعودية الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ محمد بالفخر، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في